لو شغال على مشروع ولسه بتستخدم الطريقة القديمة في رفع الحوائط وبتعمل فيها الفراغات عن طريق بروبلين وبلين والإيديت بولي، النهارده هعرفك سكريبت هيوفر عليك وقت وشغل كتير جدا. سكريبت هاوس كرييتور. تابع معايا الفيديو عشان السكريبت ده هيخليك تغير طريقة شغلك في الماكس 180 درجة. طبعا انا عندي بلان مرسوم بالشكل ده، والطريقة الاعتيادية اللي احنا متعودين عليها ان احنا بنخش على موديفاي وبنعمل اكسترود بالارتفاع طبعا اللي احنا عايزينه، ايا كان بقى 3 متر على حسب المشروع، وبنبتدي نشوف فين الشبابيك بتاعتنا. وليكن انا عندي شباك في المكان ده، وبنبتدي ان احنا نتعامل فيه عن طريق الايديت بولي، او ان احنا نرفع مقاسات الشبابيك والابواب ونفرغها بالبروبلين او بالبولين. فالسكريبت اللي هوريهولك دلوقتي فكرته بسيطه جدا، وبيعمل الكلام ده كله عن طريق 3 خطوات بس. طيب انا دلوقتي همسح الاكسترود وهرجع كل شيء لاصله كاني مدخل البلان من على الكاد، بس الاهم عندي ان انا الحوائط تبقى كلها كامله مع بعض. يعني مثلا انا عندي شباك في المكان اللي هنا، ما بقاش انا مفرغ فيه في الحوائط، وعندي الشبابيك بالشكل اللي احنا شايفينه ده تبقى ريكتانجلر، تبقى مقفوله كلها على بعض. طيب كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هروح على الفايل اللي انا حاطط فيه السكريبت وهسحبه لجوه الملف. مجرد ما اسيبه هيظهر معايا بالشكل ده، هدوس اوكي. تمام. طبعا انا عندي السكريبت متقسم 3 اقسام. اول قسم الوول والويندوز والدور، ما فيهوش اي اعدادات معقده، كل شيء مباشر. فانا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هدوس سيلكت وول واروح عند الحائط بتاعتي واختارها. هتخش عندي جوه، هدوس داخل السكريبت واعمل اكسترود، طبعا بالارتفاع اللي انا عايزه في الهاي، وليكن 3 متر او على حسب المشروع زي ما قلنا قبل كده. تاني حاجه بعملها طبعا الويندو، هدوس سيلكت ويندو، وهكذا زي ما عملت في الحوائط اروح على الويندو اللي عندي واختاره. دلوقتي هدوس داخل السكريبت وهعمل اكسترود. واللي بيختلف عندي في الويندوز ان انا عندي تو هاي. الارتفاع الاول ده ارتفاع الشباك وليكن مثلا متر 20، تمام. والهاي التاني ده ارتفاع الجلسه وليكن عندي متر 10. لو هنبص عليها دلوقتي كأن احنا رسمنا الحوائط وابتدينا ان احنا نحط على كل فتحه عندي بوكس في كل مكان، بس بدل ما اقعد اعمل خطوه خطوه، فالسكريبت ده جمع لي كل الكلام ده مره واحده وسهل عليا الامور كلها وخلى كل حاجه اوتوماتيك. طيب والخطوه اللي بعدها طبعا الدور، زي ما عملت برضو في الويندو زي ما عملت في الحوائط، هدوس سيلكت دور وهروح عند الريكتانجلر بتاع الدور، ومجرد ما ادوس على اي باب عندي انا كده اخترتهم كلهم مره واحده. فهدوس داخل السكريبت وهعمل اكسترود، تمام، بالارتفاع المطلوب وليكن مثلا 2 متر 20. اوكي. زي ما احنا شايفين دلوقتي كل الابواب اللي عندي كأن عامل لها بوكس. بعد ما ظبطنا كل الارتفاعات اللي عندنا وتأكدنا ان كل شيء مظبوط، هيجي الجزء الاخير والسهل جدا. دلوقتي كل اللي هعمله هروح على كرييت ويندوز وهدوس عليها، هيفرغ كل الشبابيك اللي عندي زي ما احنا شايفين كده. كل الشبابيك اتفرغت مرة واحدة. وعند الابواب برضو هدوس كرييت دور وهبص على الرسمة. مجرد ما ادوس هلاقي كل الابواب اتفرغت عندي بشكل تلقائي. مش عايز اقول لك ان السكريبت ده من الحاجات الحلوة جدا اللي هتسهل عليك الشغل لو شغال اكستيريور او انتريور. زي ما شفنا كده بتخلص بلان كامل في وقت قياسي وبأسهل طريقة ممكن. ولو عايز السكريبت ده ان شاء الله هسيبه لك في الوصف. ولو شايف انك استفدت مني اتمنى انك تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وده اللي هيساعدني ان انا استمر. وقول لي في الكومنتات عايزني اشرح لك ايه في الماكس والكاد في الفيديوهات اللي جايه. لو عايز شروحات اكتر تابعني على الانستجرام والتيك توك، والروابط موجوده تحت في الوصف. وما تنساش تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.